السلام عليكم. أنا سعيدة محمد علي من سويسرا. الدستور الإريتري. دستورنا هو أساس العدالة وأساس وجودنا في إريتريا، ونحن سوف نطبقه. المادة 19: حرية الضمير والعقيدة والتعبير عن الرأي والحركة والتنظيم. 1. لكل شخص الحق في التمتع بحرية الفكر والضمير والعقيدة. 2. لكل شخص الحق في حرية التعبير، ويشمل ذلك حرية الصحافة وغيرها من الوسائل. 3. حق الحصول على المعلومات مكفول لكل مواطن. 5. التجمع والتظاهر السلمي مكفول لكل مواطن. 6. الحق في إقامة منظمات لأهداف سياسية واجتماعية واقتصادية، حق مكفول لكل مواطن. 7. ممارسة أي مهنة أو حرفة مشروعة، حق مكفول لكل مواطن. 8. حق التحرك بحرية في إريتريا والعودة إليها والحصول على جوازات السفر أو أي وسائل أخرى، حق مكفول لكل مواطن. في وطننا إريتريا نحن لسنا بحاجة لحكومة غير الدستورية، لذا يجب علينا إزالتها وإزالة النظام وإقامة حكومة ديمقراطية دستورية. شكرا.